السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في هذا الفيديو إن شاء الله سنريك كيفية تسميد أي شجرة صغيرة وخاصة أشجار الليمون بسماد الديابي أو الداب. هذا هو السماد، هذا يسمى سماد أحادي الفوسفات، يحتوي على نسبة من الفوسفات ونسبة قليلة من الأزوت. بالنسبة لموعد التسميد في فصل الشتاء، في أواخر فصل الخريف وفصل الشتاء وحتى بداية فصل الربيع. بالنسبة لطريقة التسميد، نقوم بحفر حفرة دائرية حول الحوض نبتعد عن ساق الشجرة بهذه الطريقة، ونقوم بنثر السماد، هذا السماد سماد الداب أو الديابي حول الشجرة بهذه الطريقة. لا نقوم بإعطائه في الماء لأن هذا السماد هو بطيء في الذوبان، يبقى لمدة 6 أشهر أو 8 أشهر حتى يتحلل بشكل كامل، وبالتالي يتحلل بشكل بطيء وتنتفع به الشجرة بشكل جيد. هذا السماد هو يعتبر سماد خليط من سماد النيتروجين، وحتى يحتوي على بعض العناصر اللي تحتاجه الشجرة الموجودة في الأسمدة العضوية. هو سماد جيد يعطي الأشجار الصغيرة والأشجار الكبيرة، وخاصة يستعمل كثيرا خاصة في أشجار الزيتون. هذا السماد كما قلنا هو بطيء الذوبان، لا يعطى في فصل الصيف بل يعطى في فصل الشتاء وكما قلنا وبداية فصل الربيع، وهو أيضا يقوم بتدفئة الجذور، وهو بطيء الذوبان. نقوم بحفر حفرة، لا نقوم بإعطائه عن طريق الماء، نقوم بحفر حفرة وضع بهذه الطريقة هذه الحبيبات، ونقوم بغمره بالتربة، إرجاع عليه التربة، وبعد ذلك نقوم بريه ري غمر، ريات مكثفة حتى يبدأ بالتحلل وتنتفع به الشجرة بشكل جيد. الآن هذه شجرة ليمون عمرها حوالي سنة، ستبدأ إن شاء الله بالإزهار بعد حوالي شهر. بدأت بإنتاج البصيلات والبراعم الزهرية، وبالتالي سنقوم بإعطائها كمية حوالي رطل من هذا السماد، حوالي رطل. عندما تكون الشجرة صغيرة وعمرها سنة إلى 5 سنوات نقوم بإعطائها حوالي رطل، أما إن كانت أكثر من 5 سنوات نقوم بإعطائها حوالي 1 كيلو بهذه الطريقة. والآن سنقوم بريها كل حوالي أسبوع مرة. هذا السماد إن شاء الله سيبقى لمدة فصل الصيف، يقوم بتمديد الشجرة بالغذاء بشكل جيد. بالنسبة للأسمدة الأخرى يمكنك إعطاء سماد عضوي أيضا، أما نبتعد عن سماد النيتروجين لأن سماد النيتروجين يعطى فصل أول فصل الشتاء، ونبتعد عنه الآن لأن الآن الأشجار فصل في بداية التزهير، وسماد النيتروجين يقوم بإسقاط الأزهار. هذه هي متابعين الأوفياء طريقة إعطاء سماد الفوسفات أو الديابي أو الداب كما يعرف، هذه تسميته. أرجو منكم متابعين الأوفياء إن أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة والضغط على لايك حتى ينتشر الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.